بيبدأ فيلمنا في مدينة نيويورك، وبنعرف إن في عصابة في المدينة اسمها عصابة فود كلان، والعصابة دي عاملة رعب للمدينة كلها لأنهم بيسرقوا وبيخطفوا وبيبتزوا الناس، ويعتبروا هم اللي مسيطرين على المدينة بالكامل، والحكومة للأسف مش عارفة تاخد أي موقف نهائي. ووسط الأحداث دي بنتعرف على صحفية اسمها إبريل، وبنعرف إن إبريل صحفية شاطرة جدا في شغلها، وبتحاول تثبت نفسها وبتحب تنزل الشارع وسط الناس علشان تدور بنفسها على الحقيقة، ومش من النوع اللي بيحب قعدة المكاتب نهائي، وبتحب إن هي تنزل بنفسها وتوثق كل حاجة بتحصل، لأنها شايفة إن الصحفي الشاطر هو اللي بيكون موجود وسط الناس وبيسمعهم. وفي اليوم ده بنشوف إبريل وهي بتراقب نشاط عصابة فود كلان، ووقتها بتشوف حاجة غريبة جدا، لأنها بتشوف اشتباك ولكن ما بتقدرش تحدد مين بيشتبك مع مين. فبتبدأ إبريل تصور اللي بيحصل، ووسط الأحداث دي بيظهر كائن ضخم ملامحه مش واضحة وبيعدي من وسط الاشتباك، ولكن المرعب في الموضوع إن الكائن ده ما بيكونش بشر. وطبعا إبريل بتنصدم لما بتشوفه قدامها وبتكون عاوزة تجمع عنه معلومات أكتر. وتاني يوم بتوصل إبريل للشغل وهي متحمسة، وبتروح تحكي لرئيستها في الشغل عن اللي هي شافته، ولكن مع الأسف رئيستها ما بتصدقهاش وبتفتكرها إن هي بتكذب، وبتعرفها إن الكلام اللي هي بتقوله ده مش منطقي ومحدش هيصدقه نهائي. وآخر اليوم بتكون إبريل راكبة العربية مع زمايلها وراجعة البيت، ولكن فجأة بتلاقي الناس طالعين يجروا في الشارع، وبيكون واضح إن هم خايفين من حاجة. وبتعرف إبريل إن في حاجة بتحصل في مترو الأنفاق، فبتقرر تروح تشوف بنفسها إيه اللي بيحصل هناك. بتلاقي عصابة فود كلان محتجزين رهاين، وبياخدوا كمان إبريل معاهم رهينة، وفجأة النور بينطفي وبيحصل شغب، وبعد لحظات النور بيرجع تاني، وبنشوف إن العصابة كلها مرمية على الأرض، ولكن ما بيكونش واضح إيه اللي حصل، ومحدش عارف مين اللي عمل في العصابة كده. ولكن إبريل بتاخد بالها إن في كائنات غريبة عدت من وسطهم، فبتفضل ماشية ورا الكائنات دي لحد ما بتلاقيهم واقفين على سطح المبنى، فبتطلع وراهم، وهناك بتكون الصدمة لأنها بتلاقي قدامها 4 سلاحف حجمهم كبير وبيتكلموا زي البشر بالظبط. وبنتعرف على ال4 سلاحف، واللي بيكون أول واحد فيهم اسمه ليوناردو، وبنعرف إن ده القائد بتاعهم ومعروف عنه إن هو حكيم وهادي. وتاني واحد اسمه رافائيل ومعروف عنه إن هو عصبي جدا. وتالت واحد اسمه دوناتيلو وده العبقري بتاعهم. وآخر واحد اسمه مايكل أنجلو وده بيحب الهزار والضحك جدا. وهم ال4 بيكونوا لابسين أقنعة، وكل واحد فيهم بيكون لابس لون مختلف عن التاني. وبنعرف كمان إن هم عايشين تحت الأرض وسط المجاري وبيحبوا البيتزا جدا. وطبعا إبريل أول ما بتشوفهم بتخاف، وهم كمان بيتفاجئوا لأن البشر ما يعرفوش إن هم موجودين أصلا، فبيحذروا إبريل إن هم هيجيبوها لو فكرت إن هي تقول لحد على سرهم، وبيسيبوها وبيمشوا من غير ما يعملوا فيها حاجة. وبعدها ال4 سلاحف بيرجعوا للمعلم بتاعهم اللي اسمه سبلنتر، وسبلنتر بيكون عبارة عن فار ضخم كبير في السن، وهو اللي مربي ال4 سلاحف ومعتبرهم زي ولاده، وكمان هو اللي علمهم فنون النينجا. وبيفضل سبلنتر يوبخهم لأنهم كانوا هيكشفوا سرهم، وبيعرفهم إن البشر ما ينفعش يعرفوا إن هم موجودين. ولكن رافائيل بيكون مش عاجبه الوضع ده، ومش عاجبه إن هو دايما مستخبي، وبيحس إن هو ممكن يعمل أكتر من كده. وفعلا بعدها بيبدأ يخرج لوحده بالليل من غير ما يقول لحد. وفي نفس الوقت بتبدأ إبريل إن هي تعمل تحريات أكتر عن الموضوع، وبتقدر توصل لراجل كان زميل لأبوها زمان وشريكه في أبحاث ومشاريع كبيرة اسمه ساكس. وبنعرف إن ساكس وأبو إبريل كانوا أصحاب من زمان، ولكن إبريل آخر مرة شافته فيها كان عمرها 15 سنة. فبتروح إبريل تقابله وبتحكي له عن سلاحف النينجا، والغريب إن ساكس بيصدقها وبيقول لها إن هو وأبوها كانوا شغالين على مشروع علمي اسمه المتحولون، وكان في تجارب على مادة كيميائية اسمها الطفرة، ودي مادة بتسبب تحولات في الجينات. وجربوا المادة دي على ال4 سلاحف وقائدهم سبلنتر، ولكن أثناء التجربة حصل انفجار في المختبر، وافتكروا وقتها إن سبلنتر والسلاحف ماتوا أثناء التجربة، ولكن اتضح بعدها إن حصل العكس وإن هم لسه عايشين. وكان الهدف من التجربة دي إن هم يطوروا علاج قادر إن هو يعالج الأمراض المستعصية عند البشر. وحالياً الدواء اللي هم اخترعوه ده موجود في دم ال4 سلاحف، لأن الدواء ده اختفى تماماً ساعة الانفجار اللي حصل في المختبر. ولما إبريل بتسمع الكلام ده بتكتشف إن هي فعلاً شافت ال4 سلاحف وقائدهم قبل كده وقت لما كانوا
حيوانات طبيعية وما كانوش بيتمتعوا بأي قدرات خارقة. وكانت إبريل بتحبهم وبتلعب معاهم في المختبر بتاع أبوها، وكمان هي اللي سمتهم بأساميهم الحالية، لكنها بتكون مش قادرة تفتكر هم إزاي نجوا من الانفجار اللي حصل. وبيدي ساكس لإبريل الكارت بتاعه وبيطلب منها تتواصل معاه علشان يتكلموا أكتر عن الموضوع. وبتكون إبريل فرحانة جدا إن أخيرا في حد مصدقها، لكنها ما بتكونش عندها فكرة إن ساكس نوايا شريرة وإن الكارت اللي اداهولها ده فيه جهاز تتبع. ولما بترجع للبيت بتلاقي سلاحف النينجا بيتواصلوا معاها وبيطلبوا منها تقابلهم، فبتروح إبريل تقابلهم وهي متوترة، وبيعرفوها إن هم مش عاوزين يأذوها، ولكن المعلم سبلنتر حابب يقابلها. وبياخدوها السلاحف عند سبلنتر، وأول ما بيشوفها قدامه بيتأثر جدا لأنه ما شافهاش من وهي صغيرة، وكمان هي ما بتكونش مصدقة إن هي واقفة قدام الحيوان الأليف اللي كانت مربياه زمان. وبتكون إبريل مش فاهمة أي حاجة وبتطلب منه يشرح لها اللي بيحصل بالظبط، فبيطمنها سبلنتر إن هو هيشرح لها كل حاجة. وفي نفس الوقت بنتعرف على قائد فود كلان الشرير اللي اسمه شريدر، وبنعرف إن هو واحد من أخطر المجرمين اللي عرفتهم مدينة نيويورك. وبنعرف إن شريدر متعاون مع ساكس وإن عندهم خطة شيطانية، وهي إنهم عاوزين ينشروا فيروس علشان يعملوا فوضى في المدينة، وبعدها يبيعوا العلاج اللي عندهم علشان يعالجوا الناس من الفيروس اللي هم نشروه ويكسبوا مليارات. والمفاجأة هنا إن العلاج ده موجود بس في دم السلاحف، والمادة دي اتحورت جوه جسمهم وبقت نادرة، ولو العصابة قدرت تمسكهم هتستخرج المادة دي وتستخدمها في تنفيذ خطتهم. وبنرجع لسبلنتر وهو بيحكي لإبريل وبيقول لها إن زمان أبوها وساكس حقنوهم بمادة تسببت في الطفرة، ولكن بعدها حصل انفجار في المختبر، وساعتها إبريل ظهرت وخدت سبلنتر والأربع سلاحف وخرجتهم من المختبر وحطتهم قدام بلاعة، وفضلوا عايشين جوه البلاعة دي طول السنين اللي فاتت. وقرر سبلنتر إن هو يحتضن الأربع سلاحف ويربيهم لحد ما يكبروا. وفي الفترة دي المادة اللي جوه أجسامهم بدأت تتطور واكتسبوا صفات من البشر، وبقوا هاجين بين البشر والزواحف، وكمان بقوا بيعرفوا يتكلموا لغة البشر. ولكن في الفترة دي لاحظ سبلنتر إن السلاحف عندهم فضول إن هم يستكشفوا العالم الخارجي، وكان هو خايف عليهم جدا من البشر لأنهم مش هيسيبوهم في حالهم. فقرر سبلنتر إن هو يعلمهم فنون النينجا علشان يدافعوا عن نفسهم لو تعرضوا لأي حاجة، وإن هم بدأوا يحاربوا عصابة فود كلان في الخفاء علشان يحموا الناس من شرهم. ولما الأربع سلاحف بيعرفوا إن إبريل تبقى هي المنقذة لسبلنتر اللي كان بيحكي لهم عنها دايما، بيتفاجئوا وبينحنوا قدامها علشان يشكروها لأن هي السبب في إنهم عايشين. وبعدها سبلنتر بيسأل إبريل لو في حد يعرف بوجودهم، فإبريل بتقوله إن هي حكت لساكس عنهم. وهنا سبلنتر بيتوتر وبيعرفها إن الراجل ده شرير وعاوز يأذيهم، وإن هو بيسمع كلام شريدر في كل حاجة لأن شريدر هو أساساً اللي مربيه وبيعتبره زي أبوه. وبيعرفها إن المادة اللي في دم السلاحف مهمة جداً بالنسبة للعصابة لأن هي العلاج الوحيد للفيروس اللي العصابة عاوزة تنشره في المدينة، ولو عرفوا مكانهم مش هيسيبوهم لحد ما يقبضوا عليهم وياخدوا المادة اللي في جسمهم. وفي اللحظة دي إبريل بتكتشف إن ساكس إداها كارت فيه جهاز تتبع، وبتعرف إن العصابة جاية لهم. وبالفعل في خلال لحظات العصابة بيبدأوا يهاجموهم، والمعركة بتكون عنيفة جدا، وسبلنتر بيقاتل بكل قوته لكنه بيتصاب وبيقع على الأرض. وللأسف العصابة بتقدر تمسك 3 من السلاحف وبياخدوهم على المعمل بتاع ساكس علشان يستخرجوا المادة من جسمهم. وبعد المعركة رافائيل وإبريل بيروحوا لسبلنتر علشان يطمنوا عليه، وبيلاقوه لسه عايش لكنه بيكون متصاب إصابة خطيرة، فبسرعة بيبدأوا يعالجوه. ولكن سبلنتر بيطلب من رافائيل إن هو يسيبه ويروح ينقذ إخواته، وبتقرر إبريل إن هي تروح معاه. وبتتصل بعدها على صديقها المقرب فيرن وبتقوله إن هي محتاجة مساعدته، وبتطلب منه يجيلها بالعربية لأنها محتاجة تروح مشوار مهم. فبيروح لها فيرن على المكان اللي هي قالت له عليه، ولما إبريل بتوصل عنده بتحكي له عن كل اللي حصل، وبتقول له إن هم لازم يروحوا معمل ساكس دلوقتي حالا. وفي البداية فيرن ما بيكونش مصدقها وبيكون فاكرها بتخرف، لكنه بيغير رأيه تماما لما بيشوف رافائيل قدامه، وما بيكونش مصدق إن هو بيتكلم مع سلحفة. ولكن رافائيل بيقول له إن مفيش وقت للاندهاش دلوقتي، وبيطلب منه يتحرك بسرعة. وبنرجع لساكس واللي بيكون رابطهم علشان يسحب المادة من جسمهم، وبيعرفهم ساكس إن هو بيخطط لحاجة شريرة علشان يسيطر على المدينة، والحاجة دي إن هم هينشروا فيروس في الهواء، وساعتها البشر هيتصابوا وأعداد الوفيات هتزيد، وطبعا الحكومة مش هتكون قادرة تسيطر على الوضع. وفي خلال 30 يوم مدينة نيويورك هتكون منطقة محظورة وممنوع إن أي حد يدخلها، وساعتها هيجي دور ساكس وشريدر
وهيصنعوا الترياك بتاع المرض من خلال الطفرة اللي موجودة في دم السلاحف، وهيبيعوا الترياك بسعر عالي، وبكده هيكونوا هم اللي متحكمين في حياة البشر، وهيقدروا وقتها يسيطروا على مدينة نيويورك بالكامل. ولكن في نفس اللحظة دي رافائيل بيوصل عندهم في المعمل وبيدخل في اشتباك عنيف مع العصابة، ولكن مع الأسف بيكونوا سحبوا خلاص المادة من جسمهم علشان يبدأوا في خطتهم. وفي وسط الأحداث دي بتروح أبريل تحرر السلاحف من الأقفاص اللي محبوسين فيها، وبسرعة هم التلاتة بيخرجوا وبيروحوا يطمنوا على رافائيل، وبيتحركوا بسرعة ورا العصابة علشان يوقفوهم قبل ما ينفذوا خطتهم وينشروا المرض في المدينة. ولكن أول ما بيخرجوا من المعمل بيلاقوا أفراد العصابة مستنيينهم وبيحاولوا يمنعوهم إن هم يمشوا وراهم، ولكن الأربع سلاحف ما بيستسلموش وبيدخلوا معاهم في اشتباك، وبعدها بتحصل مطاردة بين الطرفين على الطريق الجليدي، وبنشوف إن الأربع سلاحف أخيراً بقوا متعاونين سوا، وكل واحد فيهم بيبدأ يستعمل مهاراته علشان يحاولوا يوقفوا العصابة. وكل ده وإبريل وفيرن بيكونوا ماشيين وراهم بالعربية علشان يوثقوا كل اللي بيحصل، لأن أكيد محدش هيصدق اللي حصل ده من غير دليل. وفي الأثناء دي بيوصل شرايدر عند أعلى برج في المدينة علشان ينشر الفيروس من فوق البرج، ولكن بسرعة السلاحف وإبريل بياخدوا طريق مختصر علشان يوصلوا للبرج قبله. ولما بيوصلوا للبرج بيبدأوا يوزعوا المهمات عليهم، وبيتفقوا على الخطة اللي هيمنعوا بيها ساكس وشرايدر إن هم ينفذوا خطتهم. وبعد لحظات الأربع سلاحف بيدخلوا في اشتباك مباشر مع شرايدر، ولكن شرايدر بيكون لابس بدلة مدياه قوة كبيرة، وبرضه بيكون عنده مهارات عالية في القتال. وأثناء القتال السلاحف بيقعوا من فوق البرج، ولكن بيرجعوا يقفوا على رجليهم تاني، ووقتها الدنيا كلها بتتقلب، والناس بيكونوا مش مصدقين اللي بيحصل ومش فاهمين إيه اللي بيحصل بالظبط، لأن مفيش حد شاف السلاحف بشكل مباشر، وفي ناس بتقول إن هم شياطين وناس بيقولوا إن هم مقاتلين نينجا. وفي نفس اللحظة إبريل وفيرن بيوصلوا للمختبر علشان يمنعوا ساكس من إن هو ينشر الفيروس، وبتكتشف إبريل بالصدفة إن ساكس هو اللي قتل أبوها، لأن أبوها كان اكتشف خطته الشيطانية في السيطرة على المدينة وحاول يمنعه. وبنرجع للسلاحف تاني وهم لسه مكملين في المعركة، ووقتها الشرطة بتوصل وبتحاول تسيطر على الوضع، ولكن ما بيقدروش، وبتكون المعركة لسه مستمرة بين السلاحف وشرايدر، وبيكون فاضل 50 ثانية والفيروس ينتشر في الجو. ولما الأربع سلاحف بيحسوا بالخطر بيغيروا الخطة وبيستعملوا تكنيك مختلف علشان يقضوا على شرايدر، وبيقدروا يوقعوه من فوق البرج. ولكن المعركة بتكون ما خلصتش، لأن شرايدر بيرجع لهم مرة تانية وبيبدأ في محاربتهم بالسيوف، لكن السلاحف بيقدروا في الآخر يمنعوا الفيروس من الانتشار. ووقتها البرج بيبدأ ينهار والفوضى بتنتشر في المكان، وفي الوقت ده بتكون إبريل ماسكة في البرج بالعافية وعلى وشك إن هي تقع، ولكن السلاحف بينقذوها في آخر لحظة وبيحدفوا شرايدر من فوق البرج وبيخلصوا منه. وهنا السلاحف بيحسوا بالانتصار أخيراً، وبعدها بيرجعوا بسرعة للصرف الصحي علشان يطمنوا سبلينتر إن هم نجحوا، وبيكون سبلينتر فرحان وبيقولهم إن هو فخور بيهم وبتعاونهم مع بعض، وكمان متأكد إن هم هينجحوا في المهمة. وبيجي الليل والأربع سلاحف بيروحوا يقابلوا إبريل وفيرن وبيشكروهم على كل اللي عملوه معاهم، وكمان بيشكروهم إن هم احتفظوا بسرهم، وبيكونوا ممتنين جداً لإبريل إن هي ما كتبتش مقال صحفي عنهم، بالرغم من إن هي لو عملت كده هتبقى أشهر صحفية في المدينة كلها. ولكن إبريل اختارت إن هي تكون صديقتهم بدل ما تفضحهم، ومن اللحظة دي الأربع سلاحف بقوا يعتبروا إبريل واحدة منهم. وبتعدي الأيام وبنشوف إن الأربع سلاحف لسه مكملين في محاربة الجريمة من غير ما يكشفوا عن هويتهم الحقيقية، وده بالرغم من الإشاعات اللي طلعت عليهم. ومن ساعة المعركة الأخيرة ما سمعوش أي حاجة عن شرايدر وما يعرفوش إذا كان عايش أو ميت، لكنهم بيكونوا مستعدين جداً إنهم يحاربوه لو ظهر تاني. وهنا يكون الجزء الأول وصل لنهايته. لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.